ما تشغلش دماغك 3 شهور ويمشوهم ويجيبوا ناس تانية. الشركه مهمه جدا، فبتساله بيجاوبك وبتساله بيجاوبك. اجريسيف شويه. لو واحد عايز يبدا في العقارات من الصفر، يبدا بايه يا مسيو جاسم؟ اول حاجه المفروض يشتغل في شركه تكون كبيره، لان الشغل في الشركات الكبيره بيعلم. هيبذل مجهود في الاول، هيشتغل على نفسه كتير، هيركز كتير قوي في ان هو يذاكر، وهيضيع وقت من وجهه نظره ان وقت ضايع. بس بالعكس، ده البيز اللي انت بتبني عليه حياتك كلها. اول كام شهر في شغلك دول اللي بيترتب عليهم بعد كده نتائجك في العمر كله. طيب لو واحد في بدايه طريقه معرفش ان هو يشتغل في شركه كبيره. بص، دايما الشركات الكبيره بتفضل عايزه ناس، ولان التيرن اوفر عندهم عالي بيشغلوا ناس لمده مثلا 3 شهور ويمشوهم ويجيبوا ناس تانية. هو البيئه بتاعت العمل فيهم بتكون اجريسيف شويه، بس بيعلموا. طيب لو مش قدامك فرصه او انت في مكان ما فيهوش شركات كبيره، شركات صغيره بتعلم برضه. بس الفكره ان الشركات الصغيره لو شغاله كويس واون تراك ومعاك مدير شاطر، مش تحتاج ان انت تتعلم بالاحتكاك، انت هتتعلم بطريقه اذكى كمان، وهي طريقه التريننج. ان انت مديرك المباشر قدامك على طول الوقت، فبتساله بيجاوبك وبتساله بيجاوبك وبتتعلم من خبراته. اما الشركات الكبيره بتتعلم بالمواقف اللي بتحصل قدامك في وقت قصير جدا. بس المهم ان انت ما تشغلش دماغك وتحاول ان انت تشتغل لوحدك وتقول فريلانسر، وان انا كده كده هشتغل جنب دراستي، هشتغل جنب شغل تاني، وكده كان المجال فلوسه حلوه واخد فلوس دي كلها لوحدي. الشركه مهمه جدا وبتضيف لك سواء خبره سواء علاقات، والعلاقات بالمناسبه هي اهم بكتير قوي من اي فلوس بتعملها. لو اشتغلت لوحدك ممكن في سنه كامله ما تعملش فلوس خالص، اما لو اشتغلت في شركه ممكن تبيع 10 بيعات ويمكن اكتر.